طيب نسمع نسمع. تسلم لي بلادي، يسلموا لي حبايبي، الخرطوم تنوير والخزل الأعادي. تسلم لي بلادي، يسلموا لي حبايبي، الخرطوم تنوير والخزل الأعادي. تسلم لي بلادي، يسلموا لي حبايبي، الخرطوم تنوير من خزل الأعادي. الميداني خدر والأساني أزين، ننجى من التآمر والأمر اللي بيحزن. تسلم يا بلادي من الموت من الجن، لأهلي وحبايبي لخرطومنا بنحن. تسلم لي بلادي، يسلموا لي حبايبي، الخرطوم تنور والخزل الأعالي. تسلم يا حبيبة يا بحر الأميرة، يا مدرمان تعيشي من أحغاد كثيرة. الخرطوم عموم كذا وترجعي ضي منيرة. شكري لوطني كله وأخص مدني الجزيرة. تسلم لي بلادي، يسلموا لي حبايبي، درمان تنور من خزل الأعالي. تسلم يا شريقنا، تسلم يا جنوبنا، نعود من تاني أقوى. تسلم لي غريبنا وننبس كل عيوبنا، نترك كل فتنة تتوحد قلوبنا. تسلم لي بلادي، ويسلموا لي حبايبي، يا أخي بحري وتنور من خزل الأعالي. الميداني خدر والأزاني أزين، ننجى من التآمر والأمر اللي بيحزن. تسلم يا بلادي من الموت من الجن، لأهلي وحبايبي لخرطومنا بنحن. تسلم لي بلادي، ويسلموا لي حبايبي، الخرطوم تنور. الله الخرطوم تنور يا أخي بحري وتنور. غسل وتنور الشمالية وتنور، بورسودان تنور، يا أخي القضارف تنور، كوستي وتنور، غريبنا وينور، يا أخي جنوبنا وينور، السوداني ينور، يا أخي بحري وتنور من خزل الأعالي. شكرا
شكرا للفنان عادل حسن، وشكرا للفرقة الموسيقية على الجهد الكبير اللي بيقوموا به ودائما وقاموا به أيضا في الحلقة دي. أستاذ نوح السراج، نحن وصلنا لختام حلقتنا، يعني تسلم يا بلادي. نعم. وكل الجميع يعني بيرسل الأمنيات يعني المسبوقة بالدعوات الصادقة، وإن شاء الله بعودة الاستقرار والأمن وعودة كل المواطنين لديارهم نعم. قريبا بإذن نعم. الله تعالى. والله أنا أول حاجة بحيي ولدنا عادل حسن، وإنه هو نحن بنعتبره أو المفروض أنت يا أستاذ عادل تكون قدوة للشباب، لأنه الشباب لما يغنوا للوطن دي بالمناسبة عندها معنى كبير جدا. أيوة. وبعدين هم قريبين للشباب القدرون يعني، ولذلك دي بتكون رسالة صح. قوية جدا من شاب لشاب، لشباب. بتكون أكثر فعالية يعني. القصيدة الحقيقة هو طاف بينا طوفان وعاد لنا ذكريات وشجون يعني، من درمان وبحري والخرطوم. كلنا هسه نحن اللي قاعدين ديل وكل صحيح. المشاهدين عندهم ذكريات الحقيقة مع بحري، مع الخرطوم، مع مدني. هو ذكر كل المناطق دي، ذكرتني القصيدة بتاعت من الأسكلة وحلة، شاعر كان فيها أخذنا تجوال من برضه. الأسكلة صحيح. ودانا لغاية الجنوب. صحيح. ولذلك أنا بتمنى إنه يا عادل أنت يستمر في هذا الطريق. خلونا دائما نغني للوطن، إن شاء الله. وإن شاء الله دائما نرجع لبحري إن شاء الله. ونرجع ليوم درمان وكل البشائر، ونرجع للخرطوم. إن شاء الله. كل البشائر بتؤكد إنه السودان عايد زي ما قلت لك أكثر إشراقا وأكثر قوة بإذن الله بفضل قوات شعبه المسلحة، صحيح. درع وسيف الوطن. يا سلام. بالكلمات دي أنا بختم الحلقة. شكرا لك كثير جدا الأستاذ والإعلامي نوح السراج. شكرا للفنانين الشباب النجوم، مشرفيننا في حلقتنا هذه من برنامج في حضرة جلالك. لحد ما ألاقيكم في حلقة جديدة وأغنيات وطنية جديدة من المكتبة أيضا السودانية، في أمان الله وحفظه.